السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الجاموس بالتفصيل في المنام. الجاموس في المنام بيرمز على رجل منيع قوي يتميز بالشجاعة والاحتمال ولا يهاب الخطر، كما إن الجاموس في المنام بيدل على رجل له منفعة. الجاموس في المنام بيدل على المنفعة والقوة. أما رؤية الجاموس في المنام دون قرون بيدل على ضعف وقلة الحيلة. أما رؤية الجاموس في المنام بتدل على قوة التحمل والصبر على الأذى. الجاموسة في المنام بتدل على السنة الزمنية، فالجاموسة السمينة في المنام سنة خير ومنفعة. أما الجاموسة النحيلة في الحلم بتدل على متاعب ومصاعب في الرزق والمال، وبتدل على قحط وغلاء في الأسعار لعامة الناس. أما الجاموس المعدود في المنام بيدل على الزمن، فإن كان قطيع الجاموس في الحلم سمين دل على سنوات جيدة بعدد الجواميس، والعكس صحيح، ذلك إن الجاموس في الحلم بيأخذ نفس رمز البقرة في المنام. رؤية قطيع الجاموس في الحلم يرعى أو يأكل بتدل على أوقات خير ورخاء للناس، للعامة أو للرائي وأهله. الجاموس السمين في الحلم بيدل على وقت خير، وكل جاموسة سمينة في المنام بتدل على سنة خير وخصب. أما رؤية الجاموس النحيف أو الهزيل في المنام بيدل على سنة فيها قحط وقلة وفقر وحاجة، ذلك للعامة أو للخاصة. أما الجاموسة السمينة في الحلم بتدل أيضا على امرأة نافعة لأهلها وزوجها وأولادها. رؤية الجاموسة السمينة في الحلم لها قرون بتدل على سلطة تنالها امرأة. أما رؤية جاموس سمين في المنام ومعه جاموس نحيف هزيل بتدل على أوقات تختلط فيها الراحة بالشدة، وإن تقدم الجاموس السمين في المنام على الهزيل تقدمت أيام الراحة على أيام التعب، والعكس صحيح. رؤية الجاموس الأسود في المنام بيدل على الراحة والرزق، على أن يكون الجاموس الأسود في المنام سمين، وإن كان ذكر فالأفضل أن يكون ذو قرون. أما الجاموس الأسود في الحلم بيدل على سنة خير خاصة لا تشوبها شائبة، فإن رأى النائم السواد في الجاموس ناقص أو اختلط بغيره من الألوان دل ذلك على سنة يختلط فيها الخير بالشر والراحة بالتعب. بيكون موضع التعب في تلك السنة من موضع اللون المتداخل بالأسود في جسم الجاموسة، إن كان في أول جسمها كان التعب في أول السنة، وهكذا. أما الجاموس البني أو الجاموس الأحمر في المنام بيدل على منفعة ينالها الرائي من رجل قوي له هيبة في قومه. إن كان الجاموس الأحمر في الحلم سمين تدل رؤية الجاموس الأحمر في المنام أيضا على خصومة ينتصر فيها الرائي على خصومه، شريط ألا ينال من الجاموس في الحلم أي ضرر. الجاموس الأصفر بيدل على المرض، وقيل بل يدل رؤية الجاموس الأصفر في المنام على الحسد والعين والسحر. مطاردة الجاموس يطاردني في المنام بيدل على خصومة مع رجل له هيبة وسلطة، والهروب من الجاموس في المنام إن نجا الرائي منه ولم يصبه ضرر دل ذلك على النجاة من رجل خطير. أما إذا نال الرائي ضرر من الجاموس فهذا لا خير فيه. أما الخوف من الجاموس في الحلم بيدل على وقت فيه تعب ومشقة. ربما دل الخوف من الجاموس في المنام على الخوف من أمر يقدم عليه الرائي، فإن كانت الجاموسة سمينة آمن ونجاة، والعكس بالعكس. أما رؤية قطيع الجاموس يطارد الرائي في المنام بيدل على فتنة، وربما دلت على أصدقاء سوء أو معارف لا خير فيهم. عضة الجاموسة في المنام مرض، ونطحة الجاموسة في الحلم غضب من الله وعقوبة على ذنب. نطحة الجاموسة في المنام ضرر من امرأة لها نفوذ وسلطة. أما نطحة الجاموس الذكر في الحلم بتدل على ضرر من رجل قوي منيع شجاع، وبيكون الضرر في الحقيقة بقدر الضرر في المنام. وقيل إن نطحة الجاموسة في المنام بتدل على دخول السنة على الرائي بمشكلة تدعو للقلق، ويستمر أثر هذه المشكلة على طول تلك السنة. أما رفسة الجاموسة في الحلم بترمز للنزول على المرتبة أو العزل من المنصب أو الخسارة بالمال أو التجارة. رفسة الجاموس في الحلم مكروه للجميع وفي كل الأحوال.
حليب ولبن الجاموس في المنام بيدل على الرزق والوفرة والرخاء. شرب لبن الجاموس في المنام مال حلال وربح مبارك، لكن بعد مشقة وتعب وجهد. حلب الجاموس في المنام بيدل على تعب الرائي في طلب وتحصيل الرزق، وينال الخير من تعبه بقدر ما ينزل من اللبن الجاموسة في المنام عند حلبها. أما إذا رأى النائم إنه يحلب الجاموسة في المنام ولا ينزل منها لبن، فبيدل على تعب مهدور وجهد في غير محله. ربما دل جفاف صدر الجاموسة في المنام على سنة يقل فيها الرزق ويتعذر فيها العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حلب الجاموس الذكر في المنام بيدل على عناد في غير محله، وإن الرأي يأتي الأمور من حيث لا يجب ولا يصح، فلا يجني من تعبه شيء. رؤية شراء لبن الجاموس في المنام بتدل على سهولة في تحصيل المال والرزق، وبيكون ذلك أيسر من حلب الجاموس في الحلم. كما بيدل شرب لبن الجاموس من صدر الجاموسة مباشرة على خير يناله الرائي من جهة امرأة، وبيكون خير سريع وسهل لكنه قليل. شرب حليب الجاموس في المنام للمريض محمود، ويدل على الشفاء السريع والعودة إلى قوته وعافيته بإذن الله. لا خير في أكل لحم الجاموس الني في المنام، فهو بيدل على نميمة وغيبة ومال حرام. وقد يدل لحم الجاموس الني في الحلم على مصيبة تحل بالرأي في أهله أو أقربه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أكل أحشاء الجاموس في المنام بيدل على ميراث أو مال ينال الرائي من امرأة. أما أكل راس الجاموس في الحلم بيدل على ميراث من كبير العائلة أو منفعة منه إن كان حي. ذبح الجاموس في المنام يدل على الانتصار في خصومة، كما بيدل ذبح الجاموسة في المنام على منفعة من امرأة. طيب، إن كان الذبح في الحلم صحيح وكان الجاموس في المنام سمين، أما من رأى أنه يذبح الجاموس في المنام من غير الرقبة فهو يتعرض لظلم شديد ويقع في مصيبة بأهله أو ماله. كذلك خنق الجاموسة في المنام أو ضرب الجاموسة حتى الموت في الحلم. ذبح الجاموس السمين في المنام وأكل لحمه بيدل على الخير والرزق الوفير. أما ذبح الجاموس النحيل الهزيل في المنام وأكل لحمه فبيدل على الخسارة والمتاعب والمشقة. الجاموس الميت في المنام بيدل على حال السنة التي فاتت، وقيل رؤية موت الجاموس في المنام بيدل على سنة لا خير فيها ولا شر ولا منفعة فيها ولا ضرر. وقال بعض مفسري الأحلام إن الجاموسة الميتة في المنام بتدل على تعطل أعمال الرائي وشح الرزق وقلة الربح من العمل أو التجارة. صوت الجاموس في المنام بيدل على تغيير الأحوال مع دخول السنة الجديدة. طيب، إن كان التغيير للأحسن أو للأسوأ. قيل إذا رأى النائم الجاموسة وسمع صوتها في المنام فلينظر بحالها، إن كانت سمينة دلت على الخير القادم، وإن كانت هزيلة دلت على المتاعب القادمة. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.